اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل الغريبة بطريقة سهلة جدا، ما فيهاش بقى اي افتكاسات او يعني مقادير خزعبلية او الكلام ده. مقاديرها سهلة جدا، هتطلع معاكي تحفة بجد، طعمها تحفة جدا، احسن من اللي انت بتشتريها من بره كمان. بصي كانت ناعمة ازاي ومستوية، واخدة التسوية بتاعتها اللي هي المظبوطة. تعالى اقولك بقى على المكونات اللي كانت معايا. 4 كوبايات من الدقيق، عليهم كوبايتين من السمنة او الزبدة، وكوباية من السكر البودر، طبعا وتكوني نخلاه كويس. السمنة مش عاوزينها تكون سايحة، احنا عاوزينها تكون ساقعة، بنفس النظام ده زي ما انتوا شفتوا. يعني هتسيحي السمنة بتاعتك او الزبدة، وبعدين هتحطيها في التلاجة تسقع كده وتكون متماسكة. في الوقت ده تقدري ان انت تشتغلي بالسمنة بتاعتك او الزبدة يعني. بس اول حاجة طبعا، وكان معايا كيس من الفانيليا، ده اختياري، عايزة تحطيه اوكي، مش عايزة تحطيه فمفيش اي مشكلة خالص. هننزل بالسمنة أو الزبدة، وبعدين هنحط السكر. أنا كنت عاملة مش ال4 كوبايات دقيق، أنا كنت عاملة نصهم يعني، نص المقدار. لو انت عايزة تحط يعني تعملي تجربي في نص المقدار، اوكي مفيش أي مشكلة خالص. لو عايزة تعملي ال4 كوبايات من الدقيق فبرضو مفيش أي مشكلة. أنا هقولك على المقدار، وانتي عايزة تضاعفي الكمية أو تعملي يعني نص المقدار ده، فعادي يعني مفيش أي حاجة. وهسيبلك برضو المقادير دي في صندوق الوصف. طبعا حطينا الزبدة والسكر، وهنفضل بقى نضرب فيهم كويس جدا لحد ما لونها يفتح. كل ما تضربي في الزبدة والسكر لونهم هيفتح. آه، في الوقت اللي انت هتوقفي فيه الضرب بتاع الزبدة والسكر، لون الزبدة دي هي هتبقى لون الغريبة بتاعتك. لو انت عايزاها تبقى اللي هي بتبقى بيضة دي، فتفضلي تضربي فيه لحد ما السكر والزبدة يبقى لونهم زي الكريمي كده. يعني وقت ما هتوقفي الضرب عن السكر والزبدة هيكون هو ده لون الغريبة بتاعتك، سواء بقى فاتحة، يعني مدية على لون أصفر شوية على الكلام ده. بس دي كانت يعني اللي هي ايه، ولا هي بيضة قوي ولا هي اللي هي صفرة دي، انت عارفة، اللي هي كانت وسط كده بين الاتنين، كانت جميلة جدا. طبعا احنا هنفضل نلم في العجينة، احنا مش كناش بنعجن خالص. هتحطي الدقيق وهتفضلي تلمي في العجينة كده لحد ما تلم معاكي وتبقى متماسكة. هتجيبي قطعة كده وبعدين هتكوريها وهتتكي في النص. لو شققت معاكي جامد فهي كده تبقى محتاجة حاجات بسيطة من الدقيق. لو ما شققتش او شققت حاجات بسيطة فاوكي مفيش اي مشكلة، يبقى هي كده تمام. هنحطها في التلاجة لمدة 10 دقايق، علشان هي كانت بتلزق في الايد كده لو انتوا خدتوا بالكم. فعلشان اعرف ان انا اشكلها كويس وما تكونش يعني بتلزق في الايد خالص، حطيناها في التلاجة لمدة 10 دقايق، وبعد كده طلعتها من التلاجة. جبت الصينية، حطيت ورقة زبدة. لو ما عندكيش ورق زبدة فاوكي مش مشكلة، هتجيبي الصينية مش هتدهنيها اي حاجة خالص، هتسيبيها زي ما هي كده. هتاخدي قطعة من الغريبة، الخليط يعني بتاع الغريبة ده، وبعدين هتكوريها كده. بصي احنا عاوزينها تكون مش مرتفع قوي علشان ما تبقاش عجينة من جوه، وما تكونش رقيقة قوي علشان ما تنشفش منك. اوكي، فاحنا ايه، تخليها اللي هي تبقى وسط. والحجم المناسب للغريبة، لو انت عندك ميزان وعايزة توزنيها علشان كلها تطلع يعني كلها زي بعضها، فالغريبة بتبقى 10 جرام بالظبط، بتبقى 10 جرام، علشان تديكي يعني الحجم اللي هو المناسب زي اللي انت بتشوفيها بره او بتشتريها من بره. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا بعد ما اخلص الكمية بتاعتنا دي بقى، هتجيبي اي نوع مكسرات عندك، إيه بقى، او اي شوكولاتات اللي هي الكريسبي الصغيرة دي، إيه هتحطيها. لو مش متوفر عندك فعادي خالص مفيش اي مشكلة. هي صراحة لوحدها كان طعمها تحفة، مش محتاج اللي انت تحطي عليها اي حاجة، بجد والله كان طعمها جميل جدا. بس حاولي ان انت تخلي في مسافة بين كل واحدة والتانية، علشان لما تدخليها الفرن
يعني هتفرش معاكِ شوية، هي مش هترتفع، هي هتفرش معاكِ شوية علشان فيها سمنة أو زبدة يعني. بُصّي بقى، تعالي نتكلم شوية على التسوية. طبعًا بعد ما أخلّص وأحط عليهم الشوكولاتات أو المكسرات، هادخّل الغريبة 10 دقايق في التلاجة. لازمًا هتدّيكِ نتيجة. بتفرق بجد لمّا أنتِ تحطّي الغريبة في التلاجة لمدة 10 دقايق قبل التسوية، يعني بتفرق في التسوية جامد وبتخلّيها لِك تحفة. طبعًا بعد ما تحطّيها في التلاجة لمدة 10 دقايق، هتكوني مسخّنة الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. هتحطّي الغريبة بتاعتِك، هتسيبيها بالضبط 10 دقايق، 10 دقايق على 180. بعد ال180 هتنزّلي درجة الحرارة ل150، وهتسيبيها على 150 برضه 10 دقايق أو 5 دقايق على حسب بقى درجة الحرارة اللي عندِك أو الفرن يعني اللي عندِك. بُصّي لحد ما توصلي للون إحنا مش عايزين الغريبة تاخد لون من تحت ولا هتاخد لون من فوق، أنتِ ما تشغّليش الشواية عليها نهائي، أنتِ هتشغّلي الفرن من تحت بس. لحد ما تيجي تمسكي الغريبة بتاعتِك، مش هتمسكيها اللي أنتِ هتلاقيها متماسكة، لأ، هي هتكون وهي في قلب الفرن وهتكون مستوية، هتكون طرية جدًا، جدًا. أنتِ لو مسكتيها هتقولي عليها لسه نيّة ومش مستوية. لحد ما بُصّي تمسكيها كده حاجات بسيطة مثلًا بمعلقة أو أي حاجة، تلاقي الغريبة بتاعتِك من تحت عاملة زي في فراغات كده في قلب الغريبة، كده يبقى هي خلاص استوت وبقت تمام. تطفي عليها، هتكون طرية جدًا. أول ما تطلّعيها من الفرن سيبيها بس 10 دقايق، وبعد كده هتلاقيها بقت متماسكة وناعمة جدًا وكانت جميلة. تتشال من الصينية لو أنتِ برضه ما عندكيش ورق زبدة، هتتشال بكل سهولة. شايفين كانت ناعمة إزاي؟ بجد أتمنى إن أنتم تجربوها هتعجبكم جدًا. بس أهم حاجة خلّوا بالكم في التسوية، مش بتاخد وقت كبير في الفرن. إن شاء الله بإذن الله هتطلع معاكم تحفة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير سبسكرايب لمطبخ أبرار. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.